خد استنى شوية. بص، هي المحافظات دي هتكون امتحاناتها كويسة وسهلة كمان. هتكون امتحاناتها كويسة كده وسهلة لتالتة اعدادي الترم الاول 2024. المحافظات اللي انا هقول عليها دلوقتي هتكون امتحاناتها كويسة في مستوى الطالب اللي هو لم المنهج في شهر الامتحان. بصراحة يعني المحافظات دي هتكون امتحاناتها سهلة والدنيا هتمشي فيها. بس انت ركز معاه في الفيديو كويس، ده لو انت بقى عايز تدخل الثانوية العامة. بس لو انت بقى اول مرة تشوف القناة، انزل تحت اعمل اشتراك في القناة، وما تنساش تعمل لايك للفيديو وكومنت كده من عندك وصلي على النبي. وتعالى اقول لك بقى ايه هي المحافظات اللي الامتحانات بتاعتها هتكون سهلة السنة دي، وندخل في الموضوع على طول. اول محافظة هقولها محافظة المنيا. بصراحة يعني امتحاناتها هتكون سهلة في مستوى الطالب اللي هو تحت متوسط كمان. ومش كده وبس، يعني محافظة المنيا امتحاناتها حلوة، لا وكمان التنسيق بتاعها تحفة. يعني لو انت عايز تدخل الثانوية العامة ان شاء الله يعني، فما تقلقش، ذاكر وهتدخل. تنسيقها تقريبا اقل تنسيق، يعني هتدخل الثانوية العامة وانت مرتاح، وهتكون امتحاناتها سهلة كمان. بعد كده نروح شوية بعيد، محافظة أسوان. يعني مفيش متابعين كتير عندي، بس أسوان بتكون امتحاناتها كويسة وتنسيقها بيكون بص أقل تنسيق، أقل من المنيا بكتير كمان. بعد كده نروح كده شوية، عندك محافظة البحيرة، امتحاناتها بتكون سهلة وهتكون سهلة يعني، وتنسيقها كويس برضو. وفي محافظة الجيزة، هي امتحاناتها فيها فكرة بس سهلة، وتنسيقها عشان تدخل الثانوية العامة سهل كمان. وعندك محافظة القاهرة امتحاناتها بتكون سهلة. وعندك الاسكندرية والقليوبية امتحاناتها هتكون سهلة. واسكندرية والقليوبية تنسيقهم حلو جدا للثانوية العامة، للناس اللي عايزة تدخل ثانوي. وفي كمان محافظة الشرقية، هي رخمة شوية بس امتحاناتها محتاجة حفظ، يعني بتجيب لك الأسئلة مباشرة. محافظة الشرقية وكمان سهل انك تدخل ثانوي. دول اللي قلت عليهم دول يعني من ضمن المحافظات اللي بتكون امتحاناتهم سهلة، وتنسيقهم كمان للثانوية العامة بيكون سهل جدا بصراحة، وبيكون قليل. اقل حاجة اسوان، وبعد كده المنيا، وباقي المحافظات اللي انا قلت عليها دلوقتي هتكون امتحاناتها سهلة وتنسيقها للثانوية العامة بيكون كويس يعني. اما باقي المحافظات هنشوفهم مع بعض، ما تقلقوش يعني. باقي المحافظات هشوفهم، واكيد طبعا هتكلم عنهم، وهتكلم عن امتحاناتهم، وهتكلم عن تنسيقهم. نشوف بقى كده الفيديو بتاعنا خلص، واستناني الفيديو الجاي ان شاء الله. وان شاء الله يعني الامتحانات هتكون بتاعتهم سهلة، وده يعني كلام اكيد يعني. حتى كمان حل امتحانات السنين اللي فاتت هتلاقيها كويسة، وده لازم تحل امتحانات السنين اللي فاتت عشان تعرف وتتعود على شكل الامتحانات.